السلام عليكم يا جدعان، والنهارده فيديو جديد في كوكب جاكجو. ياسمين طلعت عمر. ثواني، ياسمين مين اللي طلعت عمر؟ ياسمين مين اللي طلعت عمر يا جدعان؟ يا رب اللي يكون اللي في دماغي اللي وصل في دماغي ده ما يكونش هو وصل. طبعا يا جدعان زي ما شفتوا في العنوان، تمام، هنخش مع بعضينا كده نشوف القبض على التيك توكرز، تمام، وايه اخر الاخبار اللي حاصله على التيك توك والمحتوى اللي باظ واتدشمل وطلع ميت. محتوى الله يرحمه يا جدعان، يعني محتواي بجد يا جدعان، محتواي بيضيع. هنخش نشوف ايه اللي حصل للتيك توكر، مين اللي اتحبس، مين اللي طلع، مين اللي كده يعني وكده يعني. فمن غير ما اطول عليكم، نعمل انترو ولا بلاش؟ يلا نعمل انترو. ومن غير ما اطول عليكم يلا انزل بالانترو. Sorry ass DJ. يا مسهل الحال. اول شفت اول ظهور لطارق بلاك ويل بعد القبض عليه؟ ما شفتش؟ تعالى. الراجل ده عيني يعني مش بيلاحق على اي حاجه، اللي هو شفت مين اللي اتقبض عليه، شفت اللي حصل، شفت اللي مش بيلاحق يا عيني من كتر الناس اللي اتقبض عليهم. كل شويه كل ساعه ينزل فيديو ان واحد اتقبض عليه، مش بيلاحق. نخش نكمل على طول. الداخليه اعلنت عن القبض على طارق بلاك ويل بسبب الفيديوهات بتاعته اللي فيها الفاظ اباحيه. شرطه قبضت عليه في التجمع الخامس وقال ان انا بنزل الفيديوهات دي عشان خاطر ريتش والمشاهدات. وبعد البلاغات الكتير اللي اتقدمت في بلاك ويل بسبب فيديوهاته، اتهموني بيقول الفاظ خارجه تتنافى مع قيم المجتمع واساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. بص انا مع الشرطه في الحوار ده، لان فعلا طارق بلاك ويل يعني كان بيقول الفاظ خارجه في الفيديوهات بتاعته، وكان بيقول حاجات ما ينفعش ان اطفال تشوفها او اي حد عموما يشوفها، يعني الفاظ خارجه جدا. لكن انا حاسه اللي هو غلبان، يعني مش ما كانتش سكته ده من الاول، يعني فاهمين؟ حاسس في حته غلابه كده، سكه غلابه يعني، بس الله اعلم بالنيات يا جدعان، انا ماليش دعوه. اللي بعد شفت خالد الرسام بعد القبض عليه؟ ما شفتش؟ تعال. شرطه قبضت على خالد الرسام في مغاغه في المنيا، ده بسبب الفيديوهات اللي بينزلها اللي فيها الفاظ خادشه للحياء والخروج على الاداب العامه والتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على مبادئ القيم المصريه. ولما الشرطه قبضت عليه لقوا معاه سلاح ناري مش مرخص وكميه ممنوعات. ما شاء الله، سلاح ناري وممنوعات. ده انت عديت المراحل يعني، غير الفيديوهات اللي انت بتعملها اللي هي اساسا ممكن توديك ورا الشمس، ممسوك بسلاح وممنوعات، مخدات ولا ها؟ عايزين نعرف، نكمل يمكن يقولوا في الفيديو. والشرطه بتقول ان الرسام اعترف ان الممنوعات دي بغرض التعاطي، واعترف انه كان بيعمل الفيديوهات دي عشان يزود المشاهدات والفلوس. هو ما قالش يعني ان هو الصنف مخدات ولا كده، فاحنا ما نعرفش ان هو الصنف يا جدعان. المهم ان هو اتمسك بسلاح ومخدات، تمام. فاللي بعد شفت اخر اخبار مشاهير التيك توك؟ ما شفتش؟ تعال. بعد القبض على خالد الرسام، الشرطه بتقول انها لقت معاه ممنوعات وسلاح. خالد قال السلاح ده مش بتاعي وارفعوا البصمات اللي عليه، انا ما بتعطاش حاجه واعرضوني على الطب الشرعي عشان تتاكدوا. ازاي اتمسك بالسلاح وبيقول مش بتاعه؟ طب ثواني، هو كان ماسكه ازاي؟ او يعني هو كان معاه ازاي؟ مش مفهومه يا جدعان، ازاي كيف يعني؟ انا حاسس ان دماغي حصل لها ايرو. يعني هو المسدس ممسوك معاه، المفروض ان هو ممسوك معاه، يعني هو كان ماسك، تمام، يعني اكيد مش هياخده من البيت مثلا ويحطه معاه كده والبصمات مش هتيجي عليه يعني، ويقول لك ارفع البصمات. ده انت واثق بقى، واثق. ماشي نكمل. ومحامي قدم بلاغ للنائب العام ضد فنانه مشهوره انها طلعت في فيديو وقالت الفاظ خادشه للحياء، وفي 90 محامي قدموا 90 بلاغ ضد سلمى الرحال، اتهموها باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق ارباح غير مشروعه. ما شاء الله ما شاء الله. مين سلمى الرحاله ده يا جدعان؟ بتعمل ايه يعني؟ انا لحد الان انا ما اعرفش مين سلمى الرحاله دي، ولا بتعمل ايه، ولا هي ايه، ولا مين دي مين يا طنط؟ ممكن تعرفينا بنفسك يا طنط، او ممكن احنا نعرف لسنا؟ عرفينا بنفسك. صح يا جدعان. بصوا، شيبت انا تاني، شيبت تاني، طلع لي شنبايه والسكسوكه، واخدين بالكم يعني؟ فانا بدات اشيب تاني. لكن لا يا صاحبي، انت فاكرني ان انا اشيب؟ انا ما بشيبش يا صاحبي. كده يعني، ونروح نعمل التدريجه تاني عشان ازهقكم بيها تاني وكده يعني. ماشي نكمل. الشرطه ادت اخلاء سبيل لسعداني مدير اعمال شاكر. القضيه المنظوره قدام نيابه الشؤون الماليه والتجاريه، لكن هو لسه محبوس في قضيه حراسه الممنوعات والسلاح الناري. اللي بيقول لك سعداني مدير اعمال شاكر ان هو اتخلى سبيله يعني، مش المفروض هما الاثنين ممسوكين بالسلاح ومخدرات؟ المخدات دي عايده عليه هو وهو، هما الاثنين مع بعض، هما الاثنين اتمسكوا مع بعض بايه؟ بالمخدات بالسلاح. فالمفروض التهمه تتوجه لهم هما الاثنين، فازاي طلع كده؟ ومن ازاي؟ ما انا مش فاهم.
يا جدعان الفيديو ده هيجيب لي ايرور يا جدعان، وانا عشان جبت يعني بتاع 4 ايام كده و5 ايام عن التيك توكر هيحصل ده كله يعني؟ طب نكمل نكمل عشان نشوف ايه الحوار. والشرطه اتحفظت على التليفون بتاع البلوجر موكا موكا عشان يعرفوا هي بتجيب البضاعه بتاعتها منين. وام عمر خدت اخلاء سبيل بكفاله على ذمه التحقيق. في محامي يقدم بلاغ للنائب العام ضد حسن بيسو بيتهموا فيها بالتحريض على الفسق والفجور. ثواني انا مش ملاحق منك اهدى يا عم اهد. مين حسن بيسو ده وبيعمل ايه يا جدعان؟ مين الاشكال الجديده اللي هلت علينا دي يعني؟ اما احنا عايزين نعرفها برضه. احنا معاكم يا جدعان في مصر يا جدعان، عايزين نعرف مين حسن بيسو ولا مين الاشكال الجديده دي اللي ظهرت على الساحه، او ممكن تكون قديمه بس انا اللي مش متابع يعني. فنتجاوب. محامي علاء قمر قال ان اهلها اتصلوا بيه وقالوا له اقف جنبها، وقالوا له اول ما هي تطلع براءه مش هتفتح كاميرا ولا هتصور فيديوهات تاني. وعليها دلوقتي واخده 15 يوم على ذمه التحقيق. متأكدة عليها؟ متأكدة عليها ان انت لو طلعتي ولا تفتحي كاميرا ولا تطلعي في اي حاجة تاني اتعلمت خلاص يعني؟ ماشي. يعني المفروض يا جدعان لو حسب ان انا لو عارف يعني ان هي حاليا طلعت، يعني هي خدت اخلاء سبيل حاليا الوقت اللي بيتصور في الفيديو، فما اعرفش هي دلوقتي فتحت تاني ولا لا، فهنشوف الايام الجايه، او ممكن تكون فتحت اساسا واحنا ما نعرفش. انا اساسا يا جدعان انا حاسب التيك توك، يعني انا لما بخش على التيك توك بجيب التابلت اللي هو ايه التابلت بتاع السنه، انا ده اللي منزل على التيك توك، ما بفتحوش اساسا، ما بفتحش التيك توك نهائي غير وقت الرياكتات. فاعذروني يا جدعان مش متابع يا جدعان ولا مواكب الحاجات دي. ان شاء الله لما نجيب جهاز بي سي وكده يعني هتلاقونا 24 ساعه بص قاعد على التيك توك. هتلاقيني متابع كل حاجه على التيك توك، بس نجيب الجهاز ده تمام. فنكمل. وفي محامي قدم بلاغ للنائب العام ضد البلوجرز هاجر وجاكسون عشان بيطلعوا مع بعض لايفات وبيقولوا الفاظ خادشه للحياه وفيها ايحاءات. الاثنين الاخرانيين دول انا ما اعرفهمش، فانا ماليش دعوه باي حد ما اعرفوش. انا اللي اعرفه يا باشا اتكلم عليه، اللي ما اعرفوش اسيبه لحاله تمام. لكن لو عرفتك بعد كده مش هسيبك. تعملني ان انا اسيبك؟ انا ما بسيبش حد يا زميلي، انا ما بسيبش حد. انا هنا راشي، انا هنا راشي من هنا لفوق كده يعني. اللي بعد شفت القبض على اوتاكا؟ ما شفتش؟ تعال. اخبار كتيره ان الشرطه قبضت على محمد اوتاكا طليق هدير عبد الرازق من بيته اللي في الشروق بتهمه نشر محتوى خادش للحياه وضد عادات وتقاليد المجتمع المصري. ولما الشرطه قبضت عليه في بيته لقوا معاه ممنوعات وقال ان دي بغرض التعاطي. يا جدعان في ايه يا جدعان؟ هو كل المشكله يا جدعان كل التيك توكر اللي اتمسكوا يعني ممسوكين بممنوعات تمام، او مخدرات او مخدات تمام. حاسس انك هتوديني في داهيه على فكره. واسلحه وبتاع. ايه ده يعني؟ انا مش فاهم ايه ده كله يا جدعان. ده انتوا بتطلعوا علينا هلا بسم الله ما شاء الله تائب الى الله. المشكله يا جدعان ان الولد محمد اوتاكا ده يعني كان مموت نفسه في الجيم يعني. الولد 24 ساعه ايه ونشد حديد اتريك بتشد كده، واحنا اللي فاكرينك بتشد حديد وراجل قوي وكده يعني، طلعت بتشد كده. خساره عليك يا ابني، لان انت اقل حاجه فيها دي من 3 ل5 سنين لو ما كانتش زياده كمان. فالله يعينك، انت شكلك كده حصلت صاحبتك. حصلت صاحبتك يا صاحبي، فالله يعينك يعني. كمل. واعترف انه كان بينزل فيديوهات بتاعته عشان خاطر الريتش والمشاهدات، فالنيابه امرت بتحويل للطب الشرعي عشان يعملوا له كشف لتحليل الممنوعات، ووجهت له تهمه حيازه ممنوعات وبس محتوى خادش للحياه. نفس التهم اللي متوجهه لكل اليوتيوبر. يوتيوبرز كل التيك توكر تمام، يعني نفس التهم هي لانهم الحمله اللي نازله ده يا جدعان نازله تلم تنظف التيك توك كله تمام. يعني مش عايزه اي حاجه كده على التيك توك. اللي يطلع يا باشا يطلع باحترامه، يطلع يعمل حاجه مفيده، ما يطلعش يهبد ولا يطلع يعمل حاجه كده. لان انت زي ما انت شفت اتوقع ما فيش حد هيعمل اي هبد تاني بعد اللي حصل، لان اللي حصل يعني ما حصلش في مصر قبل كده اصلا، فحوار كبير يعني. المشكله يا جدعان ان احنا مش ملاحقين يعني. انا فكرت ان هم لما قبضوا على شويه التيك توكرز دول في الاول تمام، افتكرت ان ما حدش كده هيتقبض عليه تاني، لان دول اللي كانوا متصدرين فعلا في الوقت ده يعني. ما فيش حد تاني كان متصدر معاهم، فقلت خلاص يعني الحوار اتقفل. لكن لا يا باشا، ده بيطلعوا بيلموا كله يعني. حتى لو عامل فيديوهات من زمان تمام، فيديوهات مخله ولسه مكمل، جاب يا باشا. انت فين يابا؟ تتجاب يعني تتجاب يعني. ده اخرة اللي انتوا بتعملوه، تمشوا ورا السهوله والشهره والحاجات دي، وفي الاخر ده كله تهد في ثانيه. يعني تخيل ان انت تقعد تبني وفي ثانيه تنزل تاني، يعني حاجه في منتهى العبث. ربنا ما يكتبها لاي حد يا جدعان. فاحترموا نفسكم تمام، حتى لو خدتوا اخلاء سبيل يعني. يا ريت ما نلاقيش اشكالكم تاني على التيك توك او كده يعني. محتواي يا شباب، محتواي بيضيع. انا طولت معاكم في الحته دي صح؟ نكمل. شفت القبض على بوبا اللدغه؟
ايه ده؟ يا مين بوبا اللدغة دي؟ مين؟ ايه الاشكال الجديدة يا جدع؟ مين بوبا اللدغة دي ولا بتعمل ايه دي يعني؟ ما انا مش فاهم. بقول لكم ايه يعني، انا مش عشان انا مش قاعد على التيك توك يعني كده يعني. لا ما احنا كده يعني يا جدعان. ما احنا عايزين نعرف مين بوبا اللدغة دي، نكمل عشان نعرف بتعمل ايه ولا اتمسكت بايه. ما شفتش؟ تعال. دي اول صوره لبوبا اللدغه بعد القبض عليها، والشرطه قبضت عليها من شقتها في القاهره، والشرطه قبضت عليها بعد البلاغات الكتير اللي اتقدمت ضدها عشان بتنزل فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع وفيها الفاظ خادشه للحياه، ده غير اساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبوبا اللدغه اعترفت انها كانت بتطلع في الفيديوهات تقول الفاظ خادشه للحياه عشان تزود الريتش والمشاهدات. كلهم كده، كلهم يعني حاجه في منتهى العبث، كلهم بيجروا ورا مشاهدات. كل اللي اتمسك بيقول لك انا مشاهدات لما زادت نسبه الارباح. يعني ايه؟ ربنا يعينكم والله. ربنا قال لك لا يعني ما ترميش نفسك في التهلكه، وانت صاحبي رميت نفسك في التهلكه، فاستحمل لله. يعني اي حد اتقبض عليه، انت يا صاحبي انت اللي رميت نفسك في التهلكه من الاول. انت كان قدامك طريقين، لا اما تمشي عدل لا اما تمشي زجزاج، واديك شفت اخره الزجزاج حصل لك ايه يعني. انت زجزجت جوه يعني. الله يعينك يعني. نكمل. شفت اول حاجه طلبتها علياء قمرون بعد القبض عليها؟ ما شفتش؟ تعال. بعد ما الشرطه قبضت على علياء قمرون بتهمه اساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وجمع ارباح غير مشروعه، اول حاجه طلبتها وهم بيحققوا معاها انا جعانه وعايز اكل شاورما واشرب نسكافيه. يا جدع هي قالت لهم كده؟ يعني لا مش للدرجه دي علياء، مش كده يعني. شاورما ونسكافيه يا علياء، شاورما ونسكافيه يعني. انا مش فاهم يا علياء، انت عايزه ايه طيب؟ يعني عقليتك دي جايباها منين يعني؟ انت دلوقتي يعني المفروض ان انت قدام وكيل نيابه، يعني ده حد ذو مكانه عاليه في الدوله، يعني ده ما ينفعش اي تهريج قدامه. ثم الطلبه اللي هو لو سمعت انا جعان اموت ابعت له واحد شاورما واحد نسكافيه. ايه يا اما انت قدام وكيل نيابه، يعني انت محبوسه تمام، رايحه بس اللي هو تتعرض على وكيل النيابه شوفي ايه الحوار بتاعي تمام. فايه يعني يا علياء مش كده يعني. نكمل. والنيابه جابت لها الشاورما والنسكافيه، وقالت انها كانت بتطلع على التيك توك وبتفتح لايفات عشان كانت بتبص لعيشه اهل ابوها، عشان هم عيشتهم مرتاحه ومعاهم موبايلات ماركات، وكل نفس فيه يعيش زي البنات ومعاه موبايل ماركه وعيش عيشه حلوه. فالنيابه ادتها 15 يوم على ذمه التحقيق بتهمه نشر محتوى منافى لقيم المجتمع. بس هو يعني المفروض يا جدعان ان هي طلعت دلوقتي، يعني انا سمعت اخبار ان هي طلعت حاليا، فما اعرفش والله هي طلعت ولا لا ولا دي اشاعات، الله اعلم. نكمل. ياسمين طلعت عمر. ثواني، ياسمين مين اللي طلعت عمر؟ ياسمين مين اللي طلعت عمر يا جدعان؟ يا رب اللي يكون اللي في دماغي اللي وصل في دماغي ده ما يكونش هو وصل. نكمل. بنت جميلة وزي القمر، ضحكتها بتجيب ملايين المشاهدات، وكل يوم طالعة ترند مكسرة الدنيا. وفجأة نمنا صحينا على خبر القبض على البلوجر ياسمين وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. طب ليه يا جماعة؟ ايه اللي حصل؟ الموضوع طلع كبير، شوية اتهامات أفظعهم إن ياسمين دي ولد اسمه عمر. لا ايه دي بس نفهم الموضوع بالراحة خالص تمام. ولد ازاي؟ يعني ايه ولد ازاي يعني؟ ولد ازاي؟ كيف ما تخطرش على بال الانسان ده يا جدعان. ولد كيف يعني؟ اللي قدامكم ده انتوا تقتنعوا بالله عليكم، تقتنعوا اللي قدامكم ده ولد؟ يعني الحاجات دي جايبه منين؟ سواء الحاجات دي جايبه، الاغراء ده كله جايبه منين يعني ايه يا جدعان؟ يا لهوي. زمان دلوقتي العيال اللي كانوا بيتفرجوا عليه عليك وكده يعني تمام، يعني مظلومين يعني. اللي هو انا كنت بكرش على ولد، حاجه في منتهى العبث يعني، اللي هو الواد هياخد ايرور على طول. لا بس يا جدعان بصراحه يعني ايه ده كويس قوي ان هو اتحبس يعني. ده لو كان كمل ده كان فسد كل شباب مصر بالصلاه على النبي. فالحمد لله ان هو اتحبس كده يعني. مش مقتنع برضه. انا مش مقتنع، انا دي مش داخله دماغي يا جدعان. بص على شكله يا جدعان بصوا شكله. قالوا يا مصر على فين؟ نكمل. ولابس لبس بنات وبياخد حقن هرمونات. وخد عندك بقى نشر محتوى خادش للحياء العام، التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام لمنصات التواصل الاجتماعي. واسمع دي كمان، المباحث لقت عندها أو عنده أدوات وموبايلات فيها فيديوهات خاصة.
ثواني ايه فيديوهات خاصة دي يعني؟ انا مش فاهم. هو عامل عملية؟ ده لو عامل عملية تبقى مصيبة سودة. ده لو عامل عملية والشقة شايله هتبقى مصيبة سودة خالص. تبقى مصيبة في منتهى المصايب يعني. يعني ايه برضه عامل فيديوهات خاصة؟ او بتقول لك عاملة او عامل فيديوهات خاصة لمين بقى؟ لمين الفيديوهات الخاصة دي؟ لشباب ولا لبنات؟ عشان نفهم. ما هو ولد المفروض يكتب بنات اللي هو بنت للشباب. انا مش فاهم حاجه يا جدعان. انا مش فاهم حاجه. انا جالي ايرور في دماغي. كمل. اللي حصل ده أثار جدل واسع على السوشيال ميديا بسبب التناقض بين الصورة الذهنية اللي روج ليها البلوجر وبين الواقع اللي كشفت عنه التحقيقات. وده يخلينا ناخد بالنا جدا وما نجريش ورا الترند وما نصدقش أي حاجة، لأن مش كل الياسمين ريحته حلوة. لا ده انا من النهارده انا مش هصدق اي حاجه تاني ابدا. مش هصدق اي حاجه. صح يا جدعان. انا وقاعد كده حسيت بحاجه يعني زي ما يكون حاجه قرصتني تحت في رجلي. ببص للاسف يعني لقيت حاجه مش مطمنه نهائي. تمام. لقيت حاجه مش مطمنه. لقيت دم. تمام. لقيت دم يا جدعان وعلى شكل نايم. شكل كده اهو اللي هو على ناحيتين في فاصل بينهم. بصوا يا جدعان. بصوا ايه. انا مش فاهم ايه ده والله. مش فاهم ايه اللي حصل ده. بصوا يعني في فاصل يا جدعان. بصوا في واحده اهي لا حول ولا قوه الا بالله. انا ايه ده تعبان ده ولا ايه؟ يا نهار ابيض. ايه ده يعني؟ لا مش اكيد يعني مش تعبان يعني جه قرصني وانا قاعد يعني. فايه ده يا جدعان يعني؟ لا لازم اشوف الحوار. ابشركم يا شباب انا عايش. قاعد على قلبكم والله. انا ديني قاعد على قلبكم ما راح اتحرك. انا الحمد لله يا جدعان ما طلعش حاجه اللي هي خطيره. طلعت حاجه خفيفه. انا مش عارف هي جت منين بس يلا تمام ماشي. المهم ان انا قاعد على قلبكم. ولهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا صديقي. لو عجبك الفيديو اتمنى تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد. وبس كده يا جكجكين. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.